في الخبر الاجتماعي، وضمن جهود محاربة الهدر المدرسي، بادرت جمعية روتاري بسلا بتوزيع دراجات هوائية على التلاميذ القاطنين بالدواوير النائية. هذه العملية التضامنية شملت كذلك تجهيز مركز للإعلاميات لفائدة التلاميذ الذين استحسنوا هذه البادرة. زهرة غفر. أزيد من 130 تلميذا من تلامذة إعدادية الريحان ضواحي سلا استفادوا من عملية توزيع دراجات هوائية، عملية ستساهم في التخفيف من معاناة تلامذة الإعدادية القاطنين بدواوير نائية. ممكن نلقى صعوبة في الطريق بزاف بعيدة يعني على دارنا المؤسسة، بعيدة بزاف. ممكن نلقى صعوبة كان عقابي مبقاش مركوب كنوصلو تاعي أدن عن العشاء. العملية تأتي في سياق مبادرة مماثلة لجمعيات المجتمع المدني تستهدف القضاء على الهدر المدرسي من خلال توفير وسائل نقل تمكن التلاميذ من الالتحاق بمدارسهم. هذه العملية اللي درنا هذه السنة فيها جوج الأشطر. الأول هو توزيع دراجات، لأنه لاحظنا أن في العالم القروي خصوصا أنه كاين بزاف ديال التلاميذ ما كيجيوش الأقسام ديالهم، كاين الغياب أكثر من 40% بسبب البعد ديال المقام ديالهم، المنزل ديالهم من المدرسة. كل هذه العمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي بجميع أشكاله من شأنها أن تدعم العملية التعليمية وتعطي الإمكانية لجميع التلميذات والتلاميذ في العالم القروي باش يوجدوا مكان بالمؤسسة التعليمية. الجمعية وبدعم من وزارة التربية الوطنية قامت كذلك بتجهيز مركز للإعلاميات يتوفر على 10 حواسيب لفائدة تلاميذ الإعدادية.